السلام عليكم. عمرو أديب يفقد أعصابه على المباشر بعد خسارة الزمالك من سولار الجيبوتي ويهاجم الجميع. وعمرو أديب يهاجم حكم مباراة الأهلي والاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمة الجزائري ويهاجم إدارة نادي الزمالك. ولو أهلاوي ولسه مشتركتش في القناة ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتعطر فمك بذكر الله وتصلي على النبي. شاهد ماذا قال عمرو أديب. قال كل الزملكاوية امبارح كانوا فرحانين وشمتانين وبيحفلوا على جماهير النادي الأهلي. طب ما هو الزمالك خسر من سولار جيبوتي في الدور التمهيدي من المجموعات، في الدور التمهيدي من الكونفدرالية، وعشان الزمالك يتأهل لازم يفوز 3-0 على الأقل. وقال عشان الزمالك يفوز لازم يكسب 3-0. وأنا بقول لكم من دلوقتي الزمالك هيخسر ومش هيصعد، ودي هتبقى كارثة كبيرة في حد ذاتها. وقال والله لو جبنا فرقة بتلعب دورة رمضانية لا تكسب 5-0 على الأقل. الزمالك مش مركز ولاعيبته مش مركزة وفي مشاكل كبيرة وربنا يستر في اللي جاي. وانا بقول للزملكاوية من دلوقتي ما تستنوش حاجة من الفريق لان خلاص مش فيش اي بطولات هتيجي. وقال عمرو اديب لان الزمالك هيطلع من كل البطولات وهينافس على الهبوط. وقال ده احنا ما جبناش ولا ربع صفقة، وامبارح شفنا الحكم الفاجر الجابوني اللي كان موجه الماتش لنادي اتحاد العاصمة الجزائري وكان ظالم الاهلي ظلم كبير جدا. والكرة ما اتلعبتش دقيقتين على بعض، فرقة الجزائر كانت بتضيع في الوقت وفي إهدار الوقت بشكل غير مبرر. وعملوا إحصائية لل100 دقيقة اللي اتلعبت بالوقت الضايع، اتلعب منهم بالظبط تحديدا اتلعب منها 64 دقيقة بس فقط، والباقي كله فرقة اتحاد العاصمة الجزائري عمال يضيع في الوقت في باقي الوقت. وخالد بيبو اللي ماسك مدير الكرة في النادي الأهلي وقاعد على الدكة مش بيحتاج ولا بيعمل زي ما كان سيد حفيظ بيعمل، ودوت مع عذره محتاج وقت وياخد خبرات ومحدش يقارنه بسيد حفيظ. سيد حفيظ اشتغل مع مديرين كورة كتير، مدربين كتير وخد خبرات واكتسب خبرات كتيرة. كده نكون هنا معاكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش اللايك وصلي على النبي. Audio Jungle.